سلام. اليوم غادي نحضر معكم زعلوك المغربي على حقه طريقه كيجي بنين ورائع. تبعوا معايا طريقه التحضير. هنايا خديت الباذنجان ديالي اللي قشرته. انا خدمت جوج ديال الباذنجانات، وانتي على حسب عدد الافراد ديال الاسره ديالك. هنا قشرته وقطعته وضفته في ديك البانيو ديال الماء. هنا من بعد ما قطعت الكميه اللي خصني كامله ضفتها في ديك البانيو، وغادي نضيف عليه واحد القليل من الملح على ديك الماء، وغادي نخليه غير واحد 5 ديال الدقائق في ديك الماء. في هذا الاثناء كيكون عندي البورمه ديال الماء والكسكس فوق البوطه كيغليو. غنضيف دابا ديك الباذنجان ديالي في الكسكس كما كتشوفوا. غادي نضيف عليهم جوج دروس ديال الثوم اللي بالقشور ديالهم. ضفت ديك جوج دروس ديال الثومه، وغادي نضيف ديك الكسكس فوق البرمه ونشد عليه ونخليه باش يطيب. تقريبا ما كياخدش بزاف، شي 20 دقيقه كيكون طايب. وهنا غادي نجوزو نحضروا الشرموله اللي كنضيفوها للباذنجان ديالي اللي كيخليه يجي لذيذ. خديت واحد مطيشه كبيره اللي غسلتها وجبت واحد الحكاكه وبديت كنحكها. من بعد ما حكيت الحبه ديال المطيشه نبدا نضيف عليها التوابل. عملت هنا نصف معلقه ديال الفلفل الاحمر بابريكا، ونصف معلقه ديال الكمون، واحد راس معلقه ديال الفلفل الاسود غير شويه. هانتوما كتشوفوا الكميه اللي ضفت، غير راس معلقه. واحد القليل من الملح على حسب الذوق. كنضيف واحد القليل من خليط بين القزبر والمعدنوس، واحد معلقه ديال الزيت نباتيه، غير معلقه كافيه. كنخلط ديك العناصر كامله مع بعضيتها. واذا كيعجبكم الفلفل الحار السوداني ضيفوه. انا ضفت واحد راس معلقه ديال السوداني، وغادي نرد هادشي فوق البوطه باش يتشحر ليا مزيان. من بعد نجوزو الباذنجان ديالنا اللي كان طاب. هانتوما كتشوفوا ملي كناديه كيذوب بوحدو. كنحيد ديك جوج دروس ديال الثوم وكنحيد لهم القشره ديالهم، كنضيفهم فوق ديك مطيشه وكنسحقهم بالمعلقه. سحقوهم بالمعلقه مزيان حتى ما يبقاوش باينين. في هذا الاثناء مطيشه باقه عندي مشعوله فوق البوطه. وكنضيف ايضا ديك الباذنجان ديالي فوق ديك مطيشه على بوطه اللي مشعوله طبعا، وكنبدا نسحق فيه حتى هو غير بالمعلقه غير كتاديه دغيا كيهبط معك. بقيت تسحقيه بالمعلقه حتى كيهبط مره. هنايا نتوما كتشوفون بعد ما هبط ليا الباذنجان ديالي مزيان، انا باقا كنسحق فيه والبوطه اللي كتكون ناقصه هنا كيكون صافي راه طايب ما بقى ليه والو.
صافي هنا كيكون الباذنجان ديالي واجد. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. بقى لي الا نقول لكم بالصحه والراحه.